السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض حلقة حلوة جدا جدا عن السمك. بجد هتعتمد الطريقة لجميع الأسماك. أنا معايا دي أسماك بحرية جاية لي من البحر الأحمر، طازة بجد حلوة جدا. تعرفيها إنها طازة من الزعانف بتاعتها، هتلاقيها كده مدية لون أورنج، وتلاقي السمكة ماسكة روحها كده جديدة. وكمان من العين تلاقيها برضو تحسي كده الزعانف مدية على لون أورنج. دي فيها قشرة كده، لو انت هتدخليها الفرن بتشيليها، لو بتعمليها على الشواية على مشوي يعني بالردة بتفضل يعني تسيبي القشرة بتاعتها. تمام، انا هوريك كمان الراس بتاعتها ان هي بتدل على ان هي طازة، جايه لي طازة وباينة يعني من اللون بتاعها الاحمر. التانية دي اسمها سمكة بياض بحري برضو، هتلاقيها ناعمة خالص ما فيهاش قشرة. تمام، انا هفتح دي من الظهر علشان هدخلها سنجاري جوه الفرن، وممكن تشويها يعني. دي ليها طريقتين، على الجريلا بالرده وممكن جوه الفرن. البياض بالطريقه اللي انت عايزاها. انا معايا هنا من الخضار بصل وفلفل وجزر مبشور وطماطم. تمام، ومن البهارات فلفل اسود وجزر مبشوره وتوم وكمون وكزبره ومعلقه هريسه وبابريكا وليمون وخل. تمام، نص كوبايه من الليمون ونص كوبايه من الخل. تمام، انا هغسل السمك دلوقتي. خلاص، انا هو جاي لي طازه من البحر الاحمر. وبعد كده انا هبدا اغسله وافتح. انا دي فتحتها من الظهر عشان هدخلها جوه الفرن سنجاري. تمام، انا لسه كمان فتحتها ولسه هغسلها تاني. انا بوريكي بس ان هي يعني الدم لسه فيها، ده يدل على ان هي طازه جدا بجد. حلوه خالص. ودي هعملها سنجاري جوه الفرن وانا قشرتها. لكن لو انت هتشويها بتسيبي القشره، يفضل تسيبي القشره بتاعتها بتحافظ عليها. دي هدخلها، دي هعملها على الجريلا من فوق بالرده هشويها. تمام، وفتحتها من البطن. خلاص، انا دلوقتي هغسلهم على ما احضر الخضار اللي انا التتبيله يعني بتاعتهم. دي تتبيله بقى يعني هتعتمديها لكل الاسماك، حلوه جدا جدا. هنا معايا، هنا حطيت توم، شويه توم يكونوا مفرومين حلوين قوي. كزبره، معلقه كبيره كزبره ومعلقه كبيره كمون. تمام، وهتحطي معلقه هريسه صغيره يعني، مش ما تقليش من الشطه يعني. وبابريكا وشويه جزر مبشورين، يعني جزرايه واحده مبشوره، ونص كوبايه الليمون ونص كوبايه الخل. وهتحطي معلقه كبيره ملح. تمام، انا بخلط كل المكونات دي كويس جدا. خلاص، وبعد كده بتبل بيها السمك. ويفضل تسيبيه شويه، يعني اقل حاجه نص ساعه. تمام، يعني أنا بعد ما بتبل السمك بالتتبيله دي بحب اسيبه حوالي نص ساعه في التتبيله، لغايه ما اجهز الخضار اللي بحطه معاها في الفرن. تمام، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. واللي عايز اسماك بحريه يكتب لي في التعليقات، انا بتجيلي من البحر الاحمر الاسماك دي طازه. وهنقول لكم على انواع السمك دلوقتي. التاني دي سمكه لوت، والتانيه سمكه دي اللي هعملها دي سمكه لوت. انا هدخلها سنجاري جوه الفرن. تمام، هتبلها دلوقتي بالتتبيله دي. تتبيله بجد حلوه جدا جدا. بجد يعني تعتمديها لكل الاسماك. يعني دي التتبيله دي انا جايباها من يعني من السواحليه اللي هم بيبقوا فاتحين مطاعم. بتبقى الاسماك بتاعتهم بجد روعه جدا، طعم هايل. فالتتبيله حلوه خالص. انا ببدا اتبل الاسماك دي دلوقتي، وبعد كده بسيبها حوالي نص ساعه في التتبيله. خلاص، وبعد كده بتبل السمكه التانية. دي اللي هدخلها تتشوي على الجريلا بالرده. تمام، بتبلها برضو، بسيبها برضو حوالي نص ساعه. بجد الطعم حلو جدا جدا جدا. روعه خالص. يعني الاسماك دي لما بتبقى طازه بتبقى حلوه خالص. انا بعد كده التتبيله اللي باقيه اللي في الطبق هحط بقى فيها باقي الخضار اللي انا مجهزاه. يعني دي التتبيله اللي باقيه من التتبيله اللي انا تبلت بيها السمك. هحط بقى الخضار، الفلفل والجزر والبصل والطماطم. وببدا اقلبهم فيها. هزود بس شويه بهارات تاني، الكزبره والكمون والملح على الخضار. الخضار ده بقى بحطه من تحت الصينيه، ده بيحافظ لي على السمكه، ما بيخليهاش تلزق او ما بيخليهاش تتهري. بتفضل حافظه على قوامها. تمام، انا بحط كزبره وكمون وملح تاني عشان الخضار. وبحط شبت، ربطه واحده بس من الشبت بتدي طعم هايل جدا جدا برضو. خلاص، انا بحط نص الخضار ده من تحت في الصينيه، والنص التاني على على السمكيه من فوق. خلاص، انا بكون دهنه الصينيه زيت.
وبحط من نص من الخضار، حطيت ربع ملح صغيره عشان الخضار اللي انا حطيته دلوقتي. خلاص بجد تتبيله حلوه جدا 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 بجد، يعني الريحه وهي في الفرن يعني مش قادره اوصف لك طعمها وريحتها. انا ببدا هنا عندي صينيه دهنتها زيت عشان هحط جزء من الخضار. تمام، الخضار ده بجد بيحمي لك السمكه وهي جوه الفرن. وهمقطعها معاها بطاطس، يعني انا قطعت معاها حوالي بطاطستين كده على تحت السمكه برضو. تمام، بتشرب من التتبيله دي، مش عايزه اقول لك البطاطس اللي تحت الصينيه اللي تحت السمكيه دي بجد روعه، بجد طعمها تحفه جدا، لانها بتاخد من التتبيله اللي هي محطوطه في السمكه، وبتاخد التتبيله مع الخضار، بتبقى حلوه جدا جدا. تمام، وهي بتحميلك برضو السمكه من تحت. خلاص انا عملت هنا حوالي بطاطستين كده، وبعد كده هرش عليها شويه من الخضار. تمام، وبعد كده بحط السمكه اللي هي دخلها جوه الفرن اللي هعملها سنجاري، اللي هي سمكه اللوت. انا قشرتها. لو انت هتعمليها بالرد على الشوايه يعني تشويها، يفضل يعني تسيبي القشره بتاعتها عشان تحافظ لك عليها. نعمل كده كده لما بتيجي ناكل السمك المشوي بنشيل القشره اللي من فوق. انا حطيت حوالي معلقتين زيت تمام على الوش السمكه كده والخضار، ودي هدخلها جوه الفرن على الرف الوسطاني لغايه ما تحس ان هي بدات تستوي، بتولع الشوايه كده تاخد وش خفيف. دي بقى اللي هشويها، انا فتحتها كده من فوق عشان التتبيله تدخل فيها. خلاص هي اتبلت يعني كويس جدا، انا سبتها حوالي نص ساعه. دي اللي هعملها بالرده على الشوايه. تمام، ودي اللي انا تبلتها معاكم، دي زي بالظبط كده سمكه بياض برضو هدخلها سنجاري برضو مع سمكه اللوت. يعني كده انا البياض عامله منها سنجاري وعامله منها مشوي. تمام، والسمكه الثالثه دي بقى دي سمكه اللوت اللي هي تبلتها معاكم. السمكه اللي في النص دي سمكه بياض زي اللي هشويها على الجريلا من فوق. تمام، انا هدخل الصينيتين جوه الفرن. تمام، وبعد كده هشوي السمكه الثانيه في الرده. خلاص انا كان عندي رده تكون ناعمه كده، ابدأي تبطني بيها السمكه من فوق. خلاص ما تشيليش التتبيله خالص على التتبيله كده، وبتبدأي تحطي الرده. انا بيبقى عندي جريلا مخصصاها بس لشويه السمك، يعني هي بتبقى جريلا كده من بتاعه فرن مثلا عندك قديم او حاجه، او جريلا مثلا مخصصاها للسمك. خلاص انا حطاها على البوتاجاز في معلقه زيت واحده. خلاص وبتبدأ تضغطي على الرده كده عشان تلزق، لان هي اللي بتحميلي السمكيه. خلاص انا هنا كانت الجريلا سخنت. خلاص وما بتقلبيش السمكه على الجنب التاني غير لو تتاكدي ان هي اتحمرت. تمام، عشان ما تلزقش معاكي. خلاص دي خطوه مهمه جدا في شويه السمك بالرده. انت ما بتقلبيش السمك غير لما بتتشوي على الجنب الاولاني. دي طلعتها كده، دي سمكه اللوت طلعتها من الفرن، بجد كانت ريحتها هايله وطعمها بجد خطير. تمام، وانا بشوي التانية على الجريلا فوق بالرده. بجد البطاطس اللي معاها والخضار بجد حلو جدا جدا جدا. بيبقى طعمه هايل، والسمكه نفسها بجد هايله، السمك الطازه بيفرق تماما. خلاص السمكه التانية دي بقى دي سمكه البياض، برضو دخلتها سنجاري زي اللي هشويها بالظبط كده على الجريلا بالرده. يعني سمكه البياض ممكن تعملي باكتر من طريقه، سمكه اللوت يا تشويها على الجريلا بالرده يا دخليها سنجاري جوه الفرن. تمام، خلاص انا السمكه التانية بدات خلصتها يعني وطلعت معايا. خلاص انا كنت ببقى مجهزه تتبيله ليها للسمكه المشويه دي، عباره عن خل وثوم وكزبره وكمون ومعلقه هريسه صغيره. خلاص اول ما بتطلع كده وهي سخنه بتبداي ترشي عليها التتبيله دي، حلوه جدا جدا جدا، بتخليها طعمها هايل خالص. تمام، اول ما بتطلع معاكي كده بتروحي حاطه عليها التتبيله قلت لك عليها خل وثوم وكمون وكزبره ومعلقه من الهريسه. خلاص بتدخل طبعا في الفتحات اللي احنا عاملينها دي، بتخليها طعمها حلو جدا، بس اهم حاجه وهي سخنه عشان تبدا تتشرب التتبيله دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفادوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.